ابني بريء، واللي يحكي على ابني هذا الكلام ويحكي على بنتي معناته جاي يمس بالتهم. لا يكاد يمر يوم في العراق دون أن تكون هناك حادثة انتحار، وآخرها ما حصل للطبيبة النفسية بان زياد طارق. فالمؤشرات الأولية حول انتحار هذه الشابة داخل منزلها فيها أن البرقية الأمنية تقول إن بان البالغة من العمر 34 عاما انتحرت عن طريق قطع شرايين يدها بواسطة شفرة عمليات لأنها تعاني من حالة وأمراض نفسية، حسب ادعاء شقيقها الذي يخضع الآن إلى التحقيق. البرقية الأمنية لم توضح ما المراد بالحالة، وأنها اعتمدت على ما قاله شقيق الضحية. والدة الضحية تقول إن ابنتها أنهت حياتها بنفسها بسبب ضغوطات العمل. حقيقة ماما ضغوط نفسية، ضغوط العمل، أنتم تعرفون إحنا بالدوائر الوضع تعبان. وخالتها تؤكد أن بان كانت تقول لها إنها غير مرتاحة في تخصصها، أما والدها فيقول إن ابنته كان لديها ديسك في ظهرها وإنها تعاني من فقر دم، وهذا ما أثر على نفسيتها. عندها ديسك ظهرها، آلام ظهرها، وعندها فقر دم. الوسط الطبي في البصرة رفض رفضا قاطعا فرضية انتحار بان، فأحد الأطباء الذي عملت معه الراحلة قال إنها كانت تؤدي واجباتها بهدوء واجتهاد، وإنها كانت مثالا لطبيبة مجتهدة، بدليل أنه هي حتى بالفاينل نجحت من الدور الأول. أما زملائها فأكدوا بالإجماع أن الراحلة ينحلف براسها، وأنها من الوجوه البارزة في مجال الطب النفسي. نقيب الأطباء في البصرة أكد أن الحقيقة مهما كانت يجب أن لا تدفن مع بان، وكأنه يقول إن وراء الأكمة ما وراءها. حقيقة ما لازم تموت مع دكتورة بان أو تدفن معها. مساحة النت اتسعت عندما دخلنا إلى حساب الطبيبة بان في انستغرام، فمعظم منشوراتها عبارة عن فيديوهات توضيحية وعلمية عن الطب النفسي، والكل يشيد بها ويثني على جهودها وعلميتها. فرحان بيك وبعلمك، وانت أعرف واحد علمه وشطارته وشهادته. بعد كل هذه الإنات تنتظر عائلة بان وزملائها من الأطباء والطبيبات تقرير الطب العدلي، فربما يؤكد كل إن مذكورة سابقا أو يدحضها تماما.